ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كتير منكم سألوني عن طريقة الهارد جل بالاسطمبة. الهارد جل بدون اكستنشن بنعمله وبيتكسر مننا، بنعمله وبيبقى خارج من الجوانب ومشاكله كتير جدا مع الكلاينت. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الهارد جل بالاسطمبة. بعد ما حطينا البيس كوت وتأكدنا ان مفيش اي حاجة خارجة من الجوانب وخدنا مقاسات الاسطمبة بتاعتنا، اهم خطوة يا بنات هي طريقة فرد الهارد جل في الاسطمبة والمقاس الصح في الاسطمبة. خدتي مقاس الاسطمبة صح وفردتي الهارد جل بتاعك صح، هيطلع معاكي مفيهوش اي حاجة، او على الاقل هتبقى الغلطات قادرين نحلها وقادرين نلمها. حاجة مهمة جدا جدا هي طريقة وضع الاسطمبة بتاعة الهارد جل على الضافر. بصوا انا بحطها بطريقة بسيطة جدا، مش بضغط عليها عشان الهارد جل بتاعي ما يخرجش على الجوانب وميبقاش فيه زوايد كتير. بصوا بعد ما فصلت الاسطمبة مفيش اي زوايد خارجة خالص، حاجات بسيطة جدا تتظبط بالمبرد الخشب. هنا اهم حاجة برضو بالسلاح ده ببتدي ان انا اقفل الضافر بتاعي كويس جدا عشان ما يعملش معايا ليفتنج في وقت قليل. التقفيل الصح بيديني شغل صح يقعد مع الكلاينت وقت كويس جدا وما يجيبش اي مشاكل او اي انفكشن. بعد ما بقفل الشغل بتاعي ببتدي ان انا اقفله بالتوب كوت وبيبقى شكله تحفة. طيب البنات اللي سألتني بتقولي امتى نستخدم الهارد جل بالاسطمبة، تقدري تستخدميه على اي حاجة، بس البنات اللي اللحم بتاع الضافر بتاعها طالع لفوق ده مش هنعرف نحط فيه الاسطمبة لان اللحم هيبقى كاسي الضافر، وانا عايزة اكبر مساحة للضافر عشان اضمن انه يقعد فترة طويلة مع الكلاينت. وده الشكل النهائي، قولولي رأيكم.